مواجهات ماضية شاهدنا 20 هدف، انتصر مرتين النفط وثلاث مرات نوروز، والتعادل حدث ل4 مرات. في المواجهة رقم 10 ننتظر الكثير في ختام دورنا في اليوم الأول من الجولة 38 من دوري نجوم العراق، في اللحظات الأخيرة في اليوم الذي يبدأ من خلاله فريق النفط ونوروز المباراة الأخيرة لهذا الموسم. هذا هو القائد كلاتشو مارادونا، والكل بانتظار صافرة محمد كامل صغير من أجل انطلاق الصافرة لبداية. وهذه القطة التي جاءت لتتابع اللحظات الأخيرة في دوري نجوم العراق، محمد كامل صغير، الكل بانتظار صافرته. طبعا نذكر بنتائج المباراة الماضية، النفط الذي حقق الانتصار على نادي الزوراء بهدف مقابل لا شيء، بينما نادي نوروز تعادل في المباراة الماضية هدف لهدف أمام الموصل. كل ينتظر صافرة البداية من أجل انطلاق هذه المواجهة. طبعا في الجولة الماضية نذكر بنتائج مباريات الجولة الماضية، الغراف ب3 مقابل 1 على بغداد، الكهرباء هدفين مقابل هدف على دهوك، القرمة هدف مقابل لا شيء على ديالى، النفط هدف مقابل لا شيء على الزوراء، نوروز والموصل حبايب هدف لهدف، الميناء والطلبة كذلك هدف لهدف، الشرطة هدفين لا شيء الكرخ، هدفين للقوة الجوية لا شيء نفط ميسان، هدفين أربيل هدف لزاخو، هدفين لنجف مقابل هدف للقاسم. هذه نتائج الجولة الماضية، الجولة 37. طبعا بنفس التوقيت تقام مباراة ديالى ودهوك والموصل والقاسم، وهذه جماهير نوروز الوفية، الجماهير التي جاءت من شمال العراق من أجل المساندة والمتابعة. هذا وقائد النفط ديار ياخي سبق وأن مثل نادي نوروز يلعب اليوم أمام نعم فريق السابق بذكريات جميلة قضاها مع أصحاب القمصان الحمراء. ديار ياخي قائد فريق النفط، مدرب ولي كريم الذي بدأ بقيادة نوروز عند الجولة السادسة بعد نهاية الجولة الخامسة. نوروز بدأ الموسم مع المدرب السويدي ياسين أراس، لكن بعد 5 مباريات انتصار وحيد في الجولة الأولى و4 هزائم متتالية. بعد ذلك جاء ولي كريم ليكمل الطريق. طبعا ولي كريم استلم الفريق في المركز 18، والآن نادي نوروز بالمركز 8. النوروز خلال 5 مواسم ما بين العاشر والتاسع هكذا انطلقت صافرة البداية من حكم المواجهة محمد كامل صغير ليعلن عن بداية هذه المباراة في الجولة الأخيرة، الجولة 38 من دورنا دوري نجوم العراق، موسم الذي سيتوج غدا القوة الجوية في المباراة التي سيلاقي من خلالها نادي زاخو. حسم الأمر في مباراة نفط ميسان بهدفين مقابل لا شيء. غدا سيتوج بطلا للدوري الشرطة وصيف، بينما القاسم والنجف ودع المسابقة. وبانتظار نتائج هذه الجولة الأخيرة من سيلعب مباراة الملحق، نفط ميسان أو بغداد. كربلاء طبعا انتصر في مباراة البلاي أوف. هذا هو السيد ولي كريم مدرب نادي نوروز صاحب 55 سنة، يبحث في مباراة اليوم عن انتصار جديد، عن 3 نقاط جديدة أمام السيد عاد النعمة. طبعا سبق وتواجهوا عاد النعمة مع ولي كريم في موسم 24-25 عندما كان ولي كريم مدرب لنادي الكهرباء، لكن انتهت بالتعادل هدف لهدف. تعود هذه الكرة في خط الظهر عند دفاعات نوروز. علي صالح يبحث عن مساندة، يجد تقي فلاح. تقي فلاح يفضل إرسال كرة طويلة خط المقدمة، لم تصل إلى حسام بل عادت عند دفاعات النفط. هذا هو كرار رزاق بالقميص 34 الذي يلف يدور يبحث عن مساندة، البحث عن حيدر جاسم في خط الوسط لكنه تحصل على خطأ. هذا هو كرار رزاق المدافع الأيمن مع نادي النفط والذي يبحث عن الانتصار، بينما القائد أحمد خالد سبق وأن مثل نادي نوروز. سيد عاد النعمة 56 سنة، درب الحدود والقاسم ونفط الوسط والصناعات والطلبة. ترسل كرة بهذا الشكل. سيد عاد النعمة واحد من ال5 مدربين التي حافظت عليه الإدارة من بين 20
نادي في دورينا 5 أندية فقط حافظت على مدربها من الإقالة. سيد رشيد جابر مدرب القوة الجوية، وباسم قاسم لأربيل، يامن الزلفاني لديالى، وعادل نعمة مع نادي النفط. هذه الكرة التي ترسل بهذا الشكل أمامية خاطئة، لكن بعد ذلك تصطد وتعود إلى حارس المرمى بانتظار هل يأتي أول الأهداف في الدقائق الأولى. من سيأتي بأول الكرات؟ من سينجح بإيصال الكرات في شباك الآخر؟ بانتظار محمد الذي سجل في المباراة الماضية في الجولة الماضية في شباك الزوراء. دوحي لاعب نادي النفط اللي كان قبل قليل هو من يملك الكرة لكنه فقدها وعادت إلى نوروز. تعود مرة ثانية في وسط الملعب لسامهين، من سامهين إلى هنالك ترسل بانتظار التمرير ثم عملية تحضير من هنالك في الجهة المقابلة. أمامية ترسل يبحث من خلالها ستار، هل يأتي بكرة عرضية؟ لكنها تعود إلى ضربة ركنية من هناك في الجهة المقابلة. طبول جماهير نوروز لن تهدأ، تريد تحقيق الانتصار. هذه كرة نفطية ترسل داخل منطقة راسية تبعد من القائد، لكنها تعود في وسط الملعب عند السامهين. حظر كرة لستار، ستار ياسين يفضل إرسال كرة طويلة داخل المنطقة باحثا عن جعفر عبيس وحسام، لكن الكرة ذهبت بعد ذلك إلى خارج أرض الملعب، أبعدت من عباس إلى خارج أرض الملعب. مدافع نادي نوروز، ضربة ركنية ثانية ترسل بهذا الشكل. كرار رزاق لم يعبر من أمام عباس بديع. وسط الملعب نقلة خاطئة تعود إلى سامهين. التحضير مع كرار. دوحي يملك كرة محمد عدنان وكرة عرضية داخل المنطقة حذار، ولكن بعد ذلك يأتي حارس المرمى بالإنقاذ والتصدي. رضا عبد العزيز ينقذ الموقف، لكن قبل ذلك كانت هناك صافرة وخطأ. هذه الكرة اللي كادت أن تكلف حارس المرمى رضا عبد العزيز خطأ قاتل في الدقائق الأولى، لكنها عادت بسلام. وسيد ولي كريم يمر لاعبي بالتقدم لخط المقدمة، هذا والسامهين سبق ومثل نادي كربلاء. وعلى ذكر نادي كربلاء نجح في المهمة الأولى والفوز على الحدود بهدف مقابل لا شيء. هو عين على هذه الجولة وينتظر مع من ستكون مباراته في الملحق. نفط ميسان أم نادي أمانة بغداد؟ أمانة بغداد الذي سيواجه أربيل في أربيل، ونفط ميسان سيواجه الغراف في الغراف، أي منهما سينتصر. هذه كرة تعود من هنالك بانتظار العودة عند حارس المرمى رضا عبد العزيز. رضا يأتي بكرة خاطئة، هذه جول لا 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 لا، خطأ قاتل ثاني من حارس المرمى في ظرف 5 دقائق. لكن دوحي محمد عدنان لن ينجح والشباك كانت خالية. كرة شوف الإعادة، عادت بهذا الشكل لحارس المرمى، تمريرة خاطئة وقصيرة. بعد ذلك جاء محمد عدنان لكن ضاعت على نادي النفط. محمد عدنان اللي سجل هدف الفوز في المباراة الماضية في شباك الزوراء يخطئ ويهدر فرصة هدف حقيقية في شباك كانت خالية، لكنها ذهبت إلى ركنية. من هناك ترسل على القائم الأول، هذه وسط المنطقة لكنها أيضا تبعد وضربة ركنية. هذا هو القائد كلاديو مارادونا بالقميص 10 البرازيلي اللي سجل 4 أهداف في قمصان نوروز هذا الموسم. هذا حارس المرمى رضا عبد العزيز. هل تكون الثالثة ثابتة؟ عليك الحذر والتركيز يا رضا. ترسل من ستار داخل منطقة راسية حاضرة لكنها تبعد من الدفاعات، تعود إلى محمد. دوحي بالانتظار، يأتي كرة من هنالك على القائم الثاني بالمباشر، ذهبت عند كلاديو مارادونا مع ستار. ياسين يعمل ضغط من أجل افتكاك الكرة، ضغط يمارس لاعبي فريق النفط في الدقائق الأولى. ستار في الاستقبال 1 على 1، هل يأتي بالمرور؟ من هناك انتظار أحمد خالد، عرضية ولكن بعد ذلك لم تلبس كما كان يريد. من هنالك حسام جاد الله اللي سجل 5 أهداف هذا الموسم. تعود وسط الملعب، نقلة حاضرة، تمرير من هنالك، يبحث مرتضى البقية، لكن ماذا يشير حكم المباراة؟ يوقف اللاعب لأن سلامة اللاعب أولا، سلامات بالكرة التي كان يريد من خلالها. وهنا السيد عادل نعمة غير راضي على ضياع الفرصة من محمد. سلامات لجعفر عبيس اللي سبق ومثل الكرخ والنجف. هذه الكرة التي أراد من خلالها أن يضعها على الطائر، لكن جاءت التغطية الدفاعية. أحمد خالد
الذي يقود نادي النفط في مباراة اليوم، أو ديار ياخي هو القائد. شاهدنا في العديد من المباريات أحمد خالد هو من يقود الفريق، وهنا ولي كريم لا يريد أن يبقى فريقه بهذه الوضعية والتراجع، يريد الزحف في الهجوم والتقدم، لأن من خلال ما شاهدناه في الدقائق الثمان الأولى شاهدنا الضغط المتواصل من لاعبي فريق النفط. ديار أرسل كرة لأحمد خالد، من هنالك خطأ في التمرير، هذه محاولة ولكن كلاديو تسديدتها كانت خجولة وسهلة عند حارس المرمى حيدر جمال. أرسل كرته بهذا الشكل تعود في وسط الملعب بانتظار المساندة، يبحث عن لاعب من أجل إيصال كرة. مرتضى هديب يجبر بالعودة بعد ذلك من هنالك لعباس بديع، عباس إلى مرتضى من هنالك أرسل كرة طويلة لحسام، يبحث من خلاله عن الثغرات في دفاعة النفط. انطلاقة حاضرة، باكو عمر، باكو بعد ذلك تعود إلى أحمد خالد الذي يبحث عن خطأ، لكن بعد ذلك يسيطر على كرته بالكعب، ترسل إلى ستار، خرج من مناطق الضغط، خرج تحت الضغط بكرة سليمة نادي النفط. بعد ذلك تمريرة تصل وتتحول من هناك في الجهة المقابلة. أحمد خالد مع سامهين في وسط الملعب، نقلات بين أقدام لاعبي النفط. سامهين يفضل إرسال كرة طويلة في الجهة القريبة لدوحي محمد عدنان، لكنها قطعت من تقي فلاح. تقي يرسل كرة بهذا الشكل وسط الملعب، مرت إلى رمية جانبية عند لاعبي نوروز، بينما هذا هو علي قميص 15 أو حيدر جاسب اللي كان في الكرة الماضية، بينما حسام مالك. تقي يبحث عن لاعب خالي من الرقابة من أجل إيصال كرته وسط الملعب. كلاديو مارادونا عاد من هناك مع علي صالح. مرتضى هديب دوران وانتظار أن يجد الثغرة في دفاعة نوروز وإرسال كرة أمامية. مرتضى هديب وصل كرة بهذا الشكل، حسام مالك، مرتضى مرة ثانية، دوران ممتاز، ثم بعد ذلك إرسال كرة خاطئة تعود لسامهين. النفط يحاول لكنها تعود لدفاعات نوروز، من هناك لعلي صالح، ثم عند حارس المرمى رضا الذي أخطأ على مرتين، ولكن لم ينجح محمد عدنان في داحة في الشباك. هذه كرة صعبة وحذارية أن تأتي الأهداف في هكذا وقت قاتل، لكن حارس المرمى بعد ذلك أخطاء على مستوى حارس المرمى لنوروز وللنفط. حيدر لكرة كانت صعبة، لكن بعد ذلك جاءت التغطية الدفاعية. هذه الكرة كانت صعبة، من هنالك أرسلت، بعد ذلك جاء بالتصدي في الكرة الثانية. بول كومو لافي لن ينجح في داحة في الشباك، كانت سهلة بأحضان حيدر، أراد المراوغة من أمام سامسون داري. هذا هو كومو لافي، توجيهة عادل نعمة. الحديث مع حيدر جاسب، حيدر جمال تحدث مع القائد ديار ياخي. حيدر، الكرة الماضية كانت صعبة لكنها مرت بسلام. مروان حسين مع مصطفى والأسماء المتواجدة على مقاعد البدلاء لنوروز. سلامات لسامسون داري. طبعا هذه المواجهة رقم 10 في تاريخ لقاءات الفريقين على مستوى الدوري. فوز النفط في مباراتين وفوز نوروز في 3 مباريات، و4 مرات حدث التعادل. أول لقاء جمع الفريقين كان في موسم 21-22 وانتهى بالتعادل السلبي، بينما آخر لقاء كان في هذا الموسم في مباراة الذهاب وانتهت بفوز نوروز 2-0. سجل كلاديو مارادونا ومحمد دلاور اللي يغيب عن مباراة اليوم، بينما كلاديو مارادونا حاضر. هل يزور شباك النفط مرة ثانية؟ هذه جماهير نوروز الحاضرة والتي قطعت مئات الأمتار من أجل مساندة نوروز في جولته الأخيرة. مرتضى هديب لعب للكهرباء ولنجف ولنفط ميسان، لاعب خط الوسط مع نوروز. حيدر جمال يرسل كرته، من هنالك عودة إلى ستار. النفط يحاول على الأطراف، النفط يحاول من خلال الكرات العرضية لكن لم يجد المساحة الكافية.
تقطع من هناك إلى رمية جانبية. ستار ينتظر المساندة، يعود إلى أحمد خالد. ستار مرة ثانية بالكعب، أرسلت بهذا الشكل من هناك في الجهة المقابلة الجهة اليسرى. يأتي حسام جاد الله، حسام يعود بكرته. أحمد خالد يجبر بالعودة عند ديار ياخي. ديار إلى سامسون داري. سامسون داري يفضل إرسال الكرة في المنطقة، تعود مرة ثانية في الوسط. الانطلاقة من حسام مالك. كيكو يحاول أن يجد كرته، تعود مرة ثانية إلى كرار رزاق. كرار يأتي بكرة داخل المنطقة. لا ستار عملية تحضير، لكن بعد ذلك تبعد من دفاعات نوروز، تصل إلى ضربة ركنية. هذا هو بالقميص 49 علي حسين اللي سبق وأن مثل النجف، يلعب كمدافع في صفوف دفاعات نوروز. بينما كرار رزاق أكثر من ركنية تحصل عليه النفط. هل ينجح من الكرات الثابتة؟ راسية حاضرة. ستار من هنالك، هل يعيدها داخل المنطقة؟ ينتظر لاعب حسام جاد الله قريب، لكنها تصطد وتتحول إلى ضربة ركنية. ستار ياسين يسبب الإزعاجات لدفاعات نوروز، تحصل على ضربة ركنية. الربع ساعة الأول هل ينتهي بدون أهداف؟ الربع ساعة الأول هل ينجح نوروز بالخروج منه من دون أن يستقبل هدف؟ ضغط متواصل يمارس لاعبي فريق النفط. هذا هو حارس المرمى رضا. كرة عرضية ترسل على القائم الأول، دربكة حاضرة، بعد ذلك تعود إلى أحمد خالد، عادها من هنالك إلى حيدر جاسم، أرسلت داخل منطقة حسام جاد الله، لكنها ذهبت إلى خارج أرض الملعب. حسام وكرته التي وصلت إلى خارج أرض الملعب، يبحث عن هدف السادس. سبق وأن مثل الحدود والشرطة ونفط البصرة. رضا عبد العزيز، وهذا كلاديو مارادونا الذي سجل في مباراة الذهاب. هل يفعلها فريق النفط ويفوز ويصبح لكل فريق في تاريخ لقاءات الفريقين 3 انتصارات مقابل 3؟ تحدث على لقاءات الفريقين على مستوى الدوري. وسط الملعب قطعت هذه، لكنها تقطع. حيدر جاسم، حسام جاد الله للقادم من الخلف. كرار ينتظر المساندة، ينتظر لاعبي خط الوسط، يجد حسام جاد الله ثم المراوغة. حيدر جاسم، أكثر من لاعب مر بمهارة وهذه كرة، لكن وين أكثر من لاعب بعد ذلك؟ الكثرة غلبت الشجاعة، دخل أمام غابة من السيقان، قطعت وعادت. عباس بديع يفضل إرسال كرة طويلة باحثا عن كلاديو البقية. بول كومولافي الذي يلعب كراس حربة في مباراة اليوم، بينما كرة قطعت وتحولت بهذا الشكل من عباس طارش الذي يبحث عن خطأ. سلامات لعباس طارش من أمام كرار رزاق. كرار يطمن على سلامة عباس طارش لاعب خط الوسط مع نوروز. هذه اللقطة التي سقط من خلالها عباس طارش. هذه جماهير نوروز التي ترسم لوحة جميلة في مدرجات ملعب الكابتن شرار حيدر. جماهير نوروز التي قطعت مئات الأمتار من أجل المساندة والدعم لنادي نوروز. أرسلت لي أحمد خالد، لم تأتي الفرص الحقيقية سوى كرة محمد عدنان التي كانت بمثابة الهدية من حارس المرمى رضا عبد العزيز، لكنه لن يستغلها دوحي. سامهين في وسط الملعب، سامهين مع ديار ياخي. ديار إلى سامهين يغير اتجاه اللعب من هنالك لأحمد خالد المتقدم، يأتي دائما بالمساندة الهجومية. هذه كرة عرضية داخل المنطقة، حسام جاد الله، لكنها تعود إلى عباس طارش. عباس بالمباشر يأتي بتنظيف المناطق الخلفية ولا يريد أن يقع بالمحظور. أبعد كرة لكنها تعود في وسط الملعب، نقلت بهذا الشكل من ديار ياخي إلى سامي، ومن سامي إلى أحمد خالد. أحمد خالد إلى حسام، حضر كرة بهذا الشكل، أو لم يكن من هناك حسام جاد الله، بل تحول في الجهة المقابلة محمد عدنان دوحي.
حسام مالك مع مرتضى هديب، لكنها تعود إلى دوحي. محمد عدنان صافرة تأتي في هذه اللحظات لتعلن عن خطأ. سلامات أحمد خالد يسقط على أرض الملعب. سبق وأن مثل نوروز والميناء وأربيل والطلبة. عاد النعمة يريد الانتصار، هو يلعب متسلح بعامل أرض الجمهور. هذه كرة التي أصيب من خلالها أحمد خالد، بينما باكو عمر والسيد ولي كريم. ولي كريم اللي سبق وأن درب النجف والكهرباء. طبعا هذه مباراة رقم 33 كمدرب لفريق نوروز في هذا الموسم. أول 5 جولات كانت لياسين أرس، هو من قاد نوروز بعد 5 جولات انتصار وحيد و4 هزائم. جاء ولي كريم ليعيد ترتيب الأوراق، وهذه كرة تعاد من تقي فلاح إلى حارس المرمى رضا عبد العزيز. رضا يرسل كرة في وسط الملعب مع كيكو. مرتضى هديب قطعت من سامهين، هل يأتي بالتسديدة سامهين؟ وهذه تسديدة لكنها ذهبت إلى خارج أرض الملعب. محاولة ثانية لنادي النفط بكرة من سامهين، سددها بهذه الطريقة لكنها ذهبت إلى خارج أرض الملعب. لاحظ، وجد المساحة الكافية، سدد بقوة لكنها علت العارضة وذهبت إلى خارج أرض الملعب. لا تغير شيء من نتيجة المباراة، يبقى التعادل السلبي سيد الموقف. هذه كرة يحاول من خلالها عباس طارش التقدم والوصول إلى منطقة جزاء لاعب نادي النفط عباس طارش. دقيقة 20 وحتى الآن تعادل السلبي. وعلى ذكر التعادل السلبي، حدث لمرة واحدة على مستوى الدوري في لقاءات الفريقين موسم 21-22. هي المباراة الأولى التي جمعت الفريقين. سامسون داري سبق مثلا نفط الوسط. تقي فلاح يرسل كرته، تقي مرة ثانية وعرضية داخل المنطقة دون أي مراقبة لكنها تعود من هنالك. باكو عمر، باكو يحاول، باكو يراوغ، يرسل كرته في الوسط، يبحث من خلالها على حسين عن مساحة. تعود كرة سريعة، هل يستغلها فريق النفط ويستغل تقدم لاعبي نوروز؟ لكنها مرت سريعة على ستار ياسين إلى خارج أرض الملعب. رمية جانبية، هذا هو جعفر عبيس، بينما حسام جاد الله يبحث عن هدف السادس. حسام من يتكفل بمهمة التسجيل. مباراة الماضية محمد عدنان هدف وحيد كان كفيل بالفوز على الزوراء. وفي هذه الجولة، في جولة الختام في المباراة الأخيرة لنا فريق النفط ونوروز في الجولة 38 من دورنا، تبعد بهذا الشكل. تتحول بعد ذلك عند دفاعات نوروز، تترك إلى خارج أرض الملعب. تركها علي صالح، سبق واللعب لكربلاء. مباراة هادئة حتى الآن، متساوية بين الأطراف، لا صوت يعلو فوق صوت الآخر. أمامية ترسل بهذا الشكل. تستمر جماهير نوروز بالدعم والمساندة من أجل تحقيق نتيجة طيبة في مباراة اليوم وتكون خير وداع لهذا الموسم. حيدر جمال، نوروز والنفط ضمنا البقاء في دور نجوم العراق لموسم آخر. ترسل بهذا الشكل لحسام، حسام مالك، تمريرة بهذا الشكل من علي حسين إلى عباس طارش. عباس يأتي بكرة عرضية، استقبال من ديار ياخي قائد فريق النفط. ستار في الوسط، عاد كرة مع سامسون داري، داري إلى سامهين. سامهين يفضل إرسال كرة طويلة تغيير اتجاه اللاعب من هناك لحسام جاد الله. حسام مع النفط، وحسام جاد الله كان متسلل. الراية حاضرة من المساعد الأول رحيم فليح، يشير بأن حسام جاد الله عاد من مصيدة التسلل. حديث مع المساعد الأول، هل كان متسلل حسام جاد الله؟ هذه الكرة التي أشار من خلالها المساعد. سلامات لاعب من هناك يسقط على أرض الملعب. حسام جاد الله بعد أول من سجل لفريق النفط
في شباك نوروز هو اللاعب أحمد عبد الرزاق، بينما أول من زار شباك النفط بقمصان نوروز هو شوان صالح. هذه الكرة التي سقط من خلالها حسام جاد الله. آخر من سجل النفط في شباك نوروز هو أحمد خالد، مدافع الأيسر حاليا مع النفط، بينما آخر من زار الشباك هو كلاديو مارادونا المهاجم الحاضر بالقميص 10، وهو من يقود نوروز في مباراة اليوم. هذا هو اللي واضح في الصورة. سامي هين، سامي يعيد كرة إلى ديار ياخي. ديار ياخي يرسل كرة طويلة من هناك في الجهة اليسرى. أحمد خالد يحاول مع حسام بانتظار أن تأتي الكرات، ولكن هذه التمريرة خاطئة. ضربة ركنية مجانية للنفط. يحتذر الزملاء على التمريرة الخاطئة. هذه الكرة اللي حاول من خلالها حسام جاد الله من أمام باكو عمر، بعد ذلك أبعدت من عباس بديع إلى ضربة ركنية. ستار ياسين، ستار، والكرات الثابتة لم تستغل من فريق النفط أكثر من مرة. هذه كرة راسية قد تأتي، ولكن محمد عدنان دوحي لم يكن موفقا في مباراة اليوم. هذه ثاني أخطر فرصة تهدر، وهنا ولي كريم يأتي بالتعليمات لدفاعاته. كيف يترك مثل هكذا لاعب في منطقة الجزاء خالي من الرقابة؟ وجد نفسه وحيدا، لكن تسديدته ذهبت إلى خارج أرض الملعب. هذه الكرة لم تلبس بالقدم كما كان يريد. يندم لسوء حظه في هذه الكرة. هنا سيد مشتاق وعادل نعمة. أمامية ترسل من رضا عبد العزيز، من رضا إلى سامسون داري. داري تركها لحيدر جمال. حيدر جمال، وهذا تقي فلاح. من هناك عند أحمد خالد. أحمد مع حسام جاد الله الذي يعود من أجل استقبال الكرات، ثم يرسل كرة أمامية. دوحي في الانطلاقة داخل في المنطقة، يأتي بكرة عرضية لكنها تبعد من تقي فلاح، تتحول إلى ضربة ركنية. تقي فلاح، وهذا دوحي الذي يحاول أكثر من يحاول في هذه المباراة في الشوط الأول بالتحديد للنفط أمام نوروز. ضربة ركنية للنفط. كرار رزاق، هل يأتي بالخبر السار؟ هل يأتي بالكرة الأولى ومن خلالها تأتي الأفراح؟ عرضية ترسل داخل منطقة راسية لكنها تتحول إلى خارج هذا الملعب. ارتقى فوق الجميع كرار والبقية في منطقة الجزاء، بينما أحمد خالد وجد المساحة الكافية وارتقى فوق الجميع لكنها ذهبت إلى خارج أرض الملعب. هذه الكرة العرضية أرسلت بهذا الشكل. أحمد خالد مطالبة بضربة ركنية. ماذا أشار حكم ورات؟ يبدو لي أشار ضربة مرمى. هذا كلاديو مارادونا آخر من سجل لنوروز في شباك النفط. بهذا الشكل ترسل سامي هين من أحمد خالد في الجهة المقابلة. أرسل كرته، يبحث جعفر عبيس في محاولات من أجل إيجاد ثغرة في دفاعات نوروز. حسام جاد الله يقاتل لكنها تقطع وتعود لبعاد وسط الملعب. حسام مالك إلى هنالك ديار ياخي إلى كرار رزاق. كرار بدورة يعيدها إلى حيدر جمال. لم نرى الخطورة الحقيقية والزحف الهجومي من لاعبي نوروز، بينما الضغط المتواصل والسيطرة التي شاهدناها لنادي النفط، جماهير نوروز التي تأتي من أجل تقديم الدعم والمساندة، تريد من فريقها أن يرفع إيقاع المباراة ويزداد الحماس والوصول إلى مرمى حيدر جمال. النفط الأكثر استحواذا في شوط المباراة الأول حتى الآن والأكثر خطورة، تحصل على فرصتين محققتين، لكن دوحي
لن ينجح ولن يكون موفقا في شوط المباراة الأول. هذا هو علي صالح اللي كان في الصورة الماضية، بينما كرار رزاق مع سامي هين للنفط في وسط الملعب. أحمد خالد تغيير اتجاه اللعب من هنالك باتجاه ستار ياسين وحسام جاد الله. هذه جول 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 فعلها حسام جاد الله بأول أهداف النفط. تأتي الفرحة للسيد عادل نعمة، هدف أول لفريق النفط بعد ضغط متواصل، بعد محاولات متكررة، بعد كرات عرضية. ستار أخيرا ينجح بكرة عرضية مثالية يترجمها حسام جاد الله ليوقع على هدف السادس في الدوري هذا الموسم بقمصان النفط. هذه الكرة بدأت من أحمد خالد إلى هناك غير الاتجاه، ويا عيني على الراسية، على التحضير، على أساس رائع بالراس. وحسام جاد الله لا يهدر مثل هكذا فرص بالمهارة الفردية، تجاوز حارس المرمى ويضعها في الشباك. شوف 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 حسام جاد الله خالي من الرقابة، كيف يترك مثل هكذا لاعب في منطقة الجزاء. حسام ينجح ويأتي بأول أهداف المباراة. شوف الاستقبال بكل هدوء وبكل ثقة وبكل برودة أعصاب، تلاعب بحارس المرمى رضا عبد العزيز، وبعد ذلك يضع كرة في شباك خالية، يعلن عن أول أهداف اللقاء، يضع الأسبقية ويرشح كفة فريق النفط في شوط المباراة الأول في الدقيقة 29. حسام جاد الله، هل هناك ردة فعل سريعة لنوروز وضربة ركنية؟ ينجح حسام جاد الله في الدقيقة 29. وهنا ولي كريم في الحديث، أكثر من علامة استفهام في دفاعات نوروز في مباراة اليوم حقيقة. أصدقاء الأمس كانوا معا مع نفط البصرة كاكو وحسام جاد الله، واليوم كل من منهما يغني على ليلى، كل من منهما يدافع عن قميصه، عن النادي الذي يمثله. حيدر جمال أيضا سبق ومثل نفط البصرة. 30 دقيقة، نصف ساعة مر والنفط يحافظ على سلامة شباكه. حيدر جمال، هل هناك ردة فعل سريعة لفريق نوروز؟ ترسل بهذا الشكل عملية التحضير، عرضية داخل المنطقة، تدخل وبالتالي خطأ. حسام جاد الله يتحصل على خطأ من أمام عباس بديع. حكم هذه المواجهة محمد كامل صغير، حكم دوري درجة أولى منذ سنة 2016 من مواليد 1995، بكالوريوس تربية رياضية من جامعة بغداد. تحدث عن حكم هذه المواجهة محمد كامل صغير. سلامات لحسام جاد الله من أمام عباس بديع، تحصل على خطأ. هذا هو عباس مدافع نادي نوروز. النفط استطاع أن يسجل بعد كرة حسام جاد الله، بينما عادل نعمة يأتي بالتوجيهات. تناول جرعة من الماء واستعادة الأنفاس بسبب ارتفاع درجات الحرارة، يمنحهم حكم المباراة بعض الوقت من أجل استعادة الأنفاس وتناول جرعة من الماء. هذا هو عادل نعمة يعطي التوجيهات لأحمد خالد، بينما حسام مالك والبقية الحديث مع ولي كريم. طبعا هداف المواجهة بين الفريقين هو الغاني ديني أنتوي لاعب النفط السابق، سجل 3 أهداف في شباك نوروز بقمصان النفط، حاليا يلعب مع نادي الحدود. 3 أهداف. بينما هذه كرة الهدف أحمد خالد إلى ستار، وستار بالراس بالمباشر ليضع حسام جاد الله بمواجهة حقيقية وجها لوجه أمام الحارس رضا عبد العزيز. نجح حسام وسجل أول أهداف النفط في الدقيقة 29. حسام جاد الله الذي يوقع على الهدف السادس. فرحة الهدف. هذا هو عباس بديع والحديث مع الزملاء. عباس طارش بالقميص 47 لاعب خط الوسط. الجولة الماضية
نوروز تعادل مع الموصل بهدف لهدف، والنفط انتصر بهدف مقابل لا شيء على الزوراء. هل يختم موسم فريق النفط بالانتصار أم هنالك عودة لأبناء السيد ولي كريم؟ أقل من ربع ساعة على نهاية الشوط الأول، وهناك يبقى الشوط الثاني، تبقى الخيارات للسيد عادل نعمة وولي كريم. شوط المدربين من سينجح فيه؟ ديار ياخي أرسل كرة بهذا الشكل وسط الملعب. سامي حضر كرة مع حيدر يتقدم بكرة. حيدر جاسم تمرير رائع، لكن جعفر عبيس لم تصل له الكرة. عادت إلى حسام جاد الله. حسام هل يأتي بالتسديدة؟ حسام يحضر سامي في التسديد، ولكنها تصطد بمرتضى هديب. تعود من هنالك إلى كلاديو. مارادونا يتحصل على خطأ من أمام سامسون داري، خطأ يحتسب. وسط الملعب لنوروز الباحث عن التعادل، الذي يريد العودة، لا يريد أن تعود هذه الجماهير التي قطعت مئات الأمتار بجعبة خالية. يريد على أقل تقدير خطف نقطة من ملعب الكابتن شرار حيدر. أمامي أرسلت من علي. سامسون داري يرسل كرة في الجهة القريبة، يبحث عن حسام، بينما تعود في وسط الملعب من عباس. قطعت من عباس إلى سامهين يفقد كرته إلى رمية جانبية. هذا هو عباس طارش بالقميص 47. وسامهين والضغط على حامل الكرة. تقي فلاح ينجح بإيصال كرته إلى مرتضى دياب، يفضل إرسال كرة طويلة. كرة لم تصل إلى عباس طارش. سامسون مع ديار ياخي، قلبي الدفاع للنفط. لم نشاهد خطورة نوروز في مباراة اليوم. فريق النفط يستحوذ ويتقدم حتى الآن، سيطر على المباراة. وفريق نوروز يعتمد على الكرات العكسية، على انطلاقات كلاديو مع كومولافي وحسام مالك. من هناك ترسل علي صالح، أرسل كرة طويلة مع بول كومولافي الذي ينطلق من هناك ويحاول، لكن يأتي حسام جادل أو هذا القائد ديار ياخي الذي يبعد الكرة إلى خارج أرض الملعب. حسام جادل دائما نشاهده، والعودة الدفاعية من أجل ساندة. هذا هو ولي كريم، الحديث مع لاعبي، لا يريد أن يخرج فريقه في الشوط الأول وهو خاسر، يريد التعادل. يدفع لاعبي لخط المقدمة، يتحصل على ضربة ركنية. هل تستغل؟ 10 دقائق تفصلنا عن نهاية شوط المباراة الأول. تقي فلاح، هل يعود بنوروز؟ والكرات الثابتة. الضربة الركنية من هناك في الجهة المقابلة، هل تأتي بالثمر؟ هل تأتي بالأخبار السارة للجماهير الحاضرة، لأصحاب القمصان الحمراء؟ بكرة تأخرت كثيرا، الانتظار، وكرة عرضية على القائم الثاني، لكنها تبعد من ديار ياخي لتصل إلى عباس طارش. عادت مع عباس بديع، أرسل كرة بهذا الشكل. سامين إلى حسام جاد الله مع عمر باكو عمر بالقميص 77 في الكرة الماضية. حسام أرسل كرة بهذا الشكل، وصلت إلى دوحي، غير اتجاه اللعب، يبحث عن ستار ياسين، لكن يجد عباس طارش. إلى هناك مرتضى وعلي صالح يتناقلان الكرات. عودة إلى رضا عبد العزيز. رضا يفضل إرسال كرة طويلة، تبعت من هنالك من أحمد خالد لتصل إلى بول كومولافي. أرسلها سريعة، لم تصل إلى كلاديو، قطعت من أحمد يتزحلق وبعد ذلك يعود، اختل توازنه وسقط، لكنه عاد ونهض وتحصل على كرته. سامي مع سامسون داري عاد إلى ديار ياخي أرسل كرة طويلة بالمباشر إلى رمية جانبية. سامسون داري سجل أو سبق وأن مثل نادي نفط الوسط. هذه كرة يحاول من خلالها
نادي نوروز الذي نشاهده يندفع في هذه اللحظات. لم نرى بعد الهدف ردة فعل لفريق نوروز. عباس بديع، عباس ينتظر ويبحث عن لاعب خارج الرقابة، يجد مرتضى هديب لاعب خط الوسط، يمرر من هنالك إلى عباس طارش، قطعت وعادت سريعة هذه لكن أقرب لعلي حسين مدافع نوروز الذي يعود ويلحق بكرته، بعد ذلك يرسل كرة تقطع من أحمد، وصلت إلى ستار، أبعدت من علي صالح، علي صالح مع كلاديو، ثم العودة إلى عباس طارش، عاد بكرته، نقلة حاضرة، تقي فلاح، يعود إلى مرتضى هديب، مرتضى إلى حسام، دورة ممتاز، خرج كرة بنجاح، ينتظر من يأتي باستقبالها، وصلها بهذا الشكل من كرار رزاق، تعود بالمباشر إلى حيدر جمال بكل هدوء وثقة. حيدر جمال حاول يمتص حماس لاعبين نوروز في هذه اللحظات، ويعود بتمركز لاعبي أحمد خالد إلى هنالك حسام جاد الله. حسام هل يتجاوز باكو عمر؟ حسام يحاول، قطعت من أمام حسام وعادت لنادي نوروز. عباس يحاول يبحث عن باكو، حسام جاد الله يأتي بالعرقلة وخطأ إلى باكو عمر، خطأ لنادي نوروز. نادي نوروز أنهى الموسم الماضي في المركز 9 برصيد 53 نقطة، 14 انتصار، 11 تعادل و13 هزيمة، بينما هذا الموسم حتى الآن هو في المركز الثامن ب 54 نقطة، 16 انتصار و6 تعادلات و15 هزيمة. نوروز من خلال 5 مباريات في دوري 5 مواسم في دورينا، نوروز الموسم الأول كان 21-22. هذه كرة داخل منطقة ترسل، حسام مالك حضرها إلى كلاديو مارادونا هل يأتي بكرة عرضية؟ حضر من هنالك، يأتي باكو بالعرضية لكنها تبعد من سامسون داري. سامسون مرة ثانية إلى هناك أحمد خالد والكرات الطويلة، يبحث عن جعفر عبيس لكنها تعود إلى عباس بديع. عباس قطعت من أمامه، بعد ذلك يعود بكرته مرتضى هديب، مرتضى ضاعت من أمام مرتضى، بعد ذلك عاد بكرته لكنه تحصل على خطأ. نوروز 5 مواسم، هذا موسم الخامس. الموسم الأول كان 21-22 حقق فيه المركز الثامن. من هناك مر ويحاول مرتضى والكرات العرضية لكنها تصل وتتحول. هذا هو عمر باكو يحاول، أو باكو عمر، وجماهير نوروز التي تأتي بالدعم وتريد التعادل قبل أن ينتهي الشوط الأول في دقائقه الأخيرة. ضربات الركنية التي لم تستغل، تقي فلاح نوروز، وضربات الركنية من هناك في الجهة المقابلة، هل ينجح ويأتي بالتعادل؟ ترسل بهذا الشكل على القائم الثاني بالراس، تحضير، وهذه جول. على سوء الحظ في كرة اصطدت بالمهاجم بول كومولافي، وبعد ذلك في القائم الأيمن، وجاءت بأحضان حيدر جمال في كرة. عيد يا مخرج، خلينا نشوف هذه الكرة العرضية، تابعها علي صالح بنجاح بالراس، حضر، لكن بول كومولافي لن ينجح في دحة في الشباك، وقف القائم الأيمن مع نادي النفط وبجوار حارس المرمى حيدر جمال. كرة هدف حقيقية ضاعت على نوروز، هدف التعادل كان قريب، ونوروز يقترب من الكرات الثابتة. هل يفعلها في الدقائق القادمة أم حسام جاد الله سينهي الأمور والشوط المباراة الأول في دقائقه الأخيرة؟ هذه كرة يتحصل من خلالها على خطأ. حسام مالك عبق ونمثل الميناء ونفط البصرة. حسام مع مرتضى هديب،
عاد بكرته إلى علي صالح صاحب المحاولة الماضية. كان قريب نوروز من التعادل، لكن القائم الأيمن رفض وتعاطف مع أصحاب الأرض. ترسل إلى تقي فلاح. تقي، هل يحقق الانتصار الثالث فريق النفط على نادي نوروز ويتساوى في عدد الانتصارات 3-3 والتعادل ل4 مرات على مستوى مواجهات الفريقين في الدوري؟ هذه المواجهة العاشرة. 43 دقيقة، نوروز يحاول من أجل التعادل والعودة. عباس طارش يقاتل على كرته، يتركها كرار الزاق إلى خارج أرض الملعب، يتحصل على رمية جانبية. عباس طارش جناح الأيسر الذي يريد أن يأتي بحل نوروز ويعود قبل أن تنتهي الحصة الأولى، قبل أن ينتهي شوط المباراة الأول. ترسل كرة بهذا الشكل وسط الملعب، نقلات حاضرة مع كرار الزاق الذي يغير اتجاه اللعب من هنالك إلى ستار. ستار أقرب إلى هنالك المدافع الأيسر أحمد خالد. أحمد مع سامهين، لعب خط الوسط، أظهر كرته إلى حيدر شاسب. حيدر مع سامسون داري. داري مع حيدر. نقلات في هذه اللحظات بين أقدام لاعبي نادي النفط الذي يسيطر على المباراة ويتقدم بهدف مقابل لا شيء حتى الآن. سامهين قطعت من سامي، لكن عاد واستحصل على كرته حيدر شاسب. عملية التحضير مع جعفر عبيس، العاد في هذه الكرة لتعود إلى حيدر مرة ثانية، يؤمن الموقف، يعود بدورة إلى حارس المرمى حيدر جمال. ديار يا أخي، ديار مع سامسون داري. داري مع حيدر شاسب. حيدر يغير اتجاه اللعب من هنالك، نقلة في الجهة المقابلة إلى أحمد خالد. استقبال ناجح، انطلاقة وتقدم. هل تأتي كرة عرضية من هذا المكان؟ صنع الهدف الأول. هل يأتي بالتسديد حيدر شاسب؟ فضل التمرير مع كرار رزاق. كرار يأتي بعرضية على القائم الأول، حضرت بهذا الشكل. هدف ثاني يقترب نوروز، ربما يستقبل ثاني الأهداف حسام جاد الله، لكن هذه المرة رضا عبد العزيز يأتي بالإيقاظ والتصدي لكرة على أكثر من نقلة، نقلت بنجاح من لاعبين النفط ووصلوا إلى منطقة الجزاء، لكن النهاية لن تكون سعيدة. أحمد خالد حضر لجعفر، أبعدت من المدافع عباس بديع وحسام جاد الله بقوة. هذه كرة جعفر عبيس على بعد سنتيمترات بسيطة وتدخل في الشباك. يأتي باكو عمر وينقذ الموقف. بعد ذلك حسام جاد الله لن ينجح في التسجيل للمرة الثانية. إنقاذ مميز، ربما يكون نقطة تحول في المباراة ويعود نوروز. هذا هو جعفر عبيس صاحب المحاولة الماضية. الوقت الأصل انتهى، دقيقتين كوقت مضاف بدل من ضاع، أشار بهما حكم المباراة الرابع علي إبراهيم. هل تنتهي الحصة الأولى بأسبقية النفط أو هناك رأي آخر لنوروز الذي بدأ يتقدم في الدقائق العشر الأخيرة من شوط المباراة الأول؟ هذا هو محمد عدنان دوحي اللي مثل القرمة ودهوك والصناعة وسامراء. تحصل على خطأ عباس طارش، يلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من ضاع. سامسون داري. الجهة الأخطر لفريق النفط هي الجهة اليسرى، من هناك أحمد خالد وحسام جاد الله وستار. الجهة التي سببت الإزعاج لنوروز، وجاء من الجهة المقابلة أيضا الهدف. صناعة كان بالرأس من ستار، ونجح بعد ذلك حسام جاد الله في الدقيقة 29 من تسجيل أول أهداف النفط. هذا أحمد خالد ساهم بصناعة الهدف، بينما رضا عبد العزيز نلعب في الثواني الأخيرة من شوط المباراة الأول. أرسلت بهذا الشكل أمامية وطويلة، تبعد من ديار. من هناك حسام جاد الله لحق بكرته بولكو مولافي، يأتي بكرة عرضية داخل منطقة. هل ينجح عباس طارش والبقية؟ لكنها مرت بالمباشر
محمد عدنان يعيد بكرته إلى كرار. وهكذا مشاهدينا متابعي شاشة قنوات شبكة الإعلام العراقي تأتي صافرة محمد كامل صغير يعلن من خلالها عن نهاية شوط المباراة الأول بتقدم النفط مقابل لا شيء لنوروز. الهدف الوحيد سجله حسام جاد الله في الدقيقة 29. لا تذهبوا بعيدا، سنعود إليكم بعد فترة ما بين الشوطين. الغراف تصل أمامية، هذه جميلة، يا لها من فرصة، والكرة الله الله الله، حسين طارق يسجل أول أهداف المباراة. نعم، القادمون من الجنوب أبناء الناصرية يسجلون هدف المباراة الأول ويضعون بصمتهم. أبناء أريدو، أبناء زقورة تور يسجلون أول الأهداف. نعم، من أجل الثلاث نقاط ومن أجل أن يضمن تواجده في دوري نجوم العراق. هذا حسين طارق اللي سجل في الكرة الأخيرة. يا لها من كرة، يا لها من لمسة. شوف هنا المحاولة بدأت من حسن، يا عيني يا حسن، يا عيني يا حسن على التمريرة، على اللمسة. الله الله يا أخي، الهدف وحده لمسة وتمريرة حسن كشاش، وضعها على يسار وسام علي وأعلن من خلالها أول أهداف المباراة للغراف. يسجلون، يتألقون، يبدعون في شوط المباراة الأول أبناء الناصرية. نعم، يسجلون في هذه. الله يا عيني يا عيني على السحبة. الله الله يا عيني يا حسن، يا عيني يا حسن كشاش. نعم، تغزلت بك منذ بداية المباراة. الآن يسجل للغراف ثاني الأهداف وبأقدام من؟ الرائع والمتألق حسن كشاش يسجل للغراف. يا لها من مباراة، يا له من غراف هذا الذي يحضر بكل أسلحته. الله على الصورة هنا، الطفلة التي تبتسم والتي تفرح بهدف حسن كشاش، سجدة الشكر. يا لها من كرة رائعة جدا لحسن داخل، أعلن من خلالها ثاني الأهداف لنادي الغراف. هنا المحاولة بدأت من حسين طارق، عرضها، بعد ذلك وصلت. شوف الدخول، شوف الاختراق، شوف التقدم بدون متابعة، بدون أي مراقبة لحسن كشاش. يسجل من خلالها حسن داخل ثاني أهداف الغراف، هدفين مقابل لا شيء. عبد الأمير، التمريرة على الطرف الأيسر، لا زالت من موسى، الكرة العرضية وجبار. الله 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 الله، الأمانة يعودون وهدف تقليص الفارق مع الدقائق الأخيرة لنهاية الشوط الأول. نعم، قلت لكم بأن بعد التغييرات التي أجراها وسام طالب يأتي ويتقدم من خلالها الأمانة إلى الأمام أكثر ويسجل مع نهاية الشوط الأول. هنا الله على الراسية، يا عيني يا جبار، يا عيني يا جبار. أعلن من خلالها، وضعها بسقف المرمى
السوري لم يستطع على التصدي للكرة الأخيرة برأسية جبار لأبمريرة. بعد ذلك واصلة البحث عن المساحات، البحث عن الوصول، البحث عن السبيل. الثالث قد يكون، الثالث قد يكون. يا جمالك يا حسن، يا جمالك يا حسن داخل. يا أخي جمال، يا أخي إبداع، يا أخي هنا الجماهير، هنا الجماهير تشجع وتفرح في هذه اللحظات بأقدام حسن داخل. ما شاء الله على حسن داخل. أي كرة، أي لمسة، أي تسديدة لهذا الفتى، للكابتن، لكابتن الغراف. يا لها من كرة، يا له من هدف رائع. شوف هنا المحاولة، هنا المحاولة اللي كانت لمصلحة الغراف. التمريرة وصلت. الله الله، يا عيني يا حسن، يا عيني يا حسن، يا جمالك يا حسن، يا إبداعك يا حسن. أعلن من خلالها هدف الاطمئنان لنادي الغراف، هدف الاطمئنان لنادي الغراف، ثالث الأهداف. جولة 37 دورينا. موتاري يحاول. أمادو أمادو أمادو. جول للنفط. هدف لمحمد عدنان. محمد عدنان يسجل. محمد عدنان يفتتح باب التسجيل. كرة عرضية ممتازة من أمادو موتاري. ومحمد عدنان ما كذب خبر في اللقطة الماضية بتصويبة مباشرة، وبالتالي يسجل أول أهداف المباراة. هدف مقابل لا شيء، هدف جميل بمتابعة كانت جميلة، وبتصويبة كذلك كانت دقيقة وكانت جميلة، يودع داخل الشباك. هذه التمريرة الماضية هل الحالة كانت سليمة؟ هذا أمادو، هنا موتاري. شوف شاهد اللاعب، وبعد ذلك التصويبة بشكل مباشر والتغطية التي كانت خاطئة من قبل المدافع في اللقطة الماضية. وسجاد محمد فاضل كان متأخرا في التغطية، وهنا التصويبة التي مرت الكرة بهكذا طريقة إلى داخل الشباك ليتقدم النفط بأول أهداف المباراة. تتحدث عن هدف كان فيه الزوراء في المباراة. أتحدث عن هجوم معاكس لمصلحة نادي الكهرباء. نهاد يلعب الكرة عالية، خطورة. الله، جول أول يأتي لمصلحة نادي الكهرباء. الله على العرضية، الله على الرأسية، وجول أول يأتي لمصلحة برتقال العاصمة. هدف يسجل، هدف رائع، هدف جميل جدا. الله على كرة عرضية، والله على كرة رأسية. هز الشباك مرمى دهوك. هدف أول. العيدية تظهر لمصلحة نادي الكهرباء بهذه اللحظات. يسجل زكري. هدف رائع جدا يسجل من صل التعديل. يا عقيد، جول لصقور الجبال. سيابنت عقيد يحلق بصقور الجبال هنا في سماء نجوم العراق. هدف التعادل يأتي لمصلحة نادي دهوك، يسجل عن طريق القائد وقت الشدائد يظهر في المكان والزمان في الوقت المناسب. يسجل عقيد بهذه الطريقة بهذا الشكل. الحارس في جهة والكرة في جهة، ودهوك 1-1 ولا واحد أفضل من واحد. هذه المباراة القبل الأخيرة، وهناك جولة قادمة ختامية، وهذه خطيرة بالراس. فرصة جول، فرصة جول.
هدف ثاني يأتي للكهرباء. يا له من سيناريو، يا لها من مباراة بالنسبة للكهرباء. هدف ثاني يسجل لمصلحة برتقاليا العاصمة. الهدف الثاني، هدف ثاني يسجل بهذه اللحظات. يا له من سيناريو يا علي مهدي. 2-1 يسجل بهذه اللحظات للكهرباء. لا يريدون لعب مباراة البلاي اوف. هكذا يسجل نادي الكهرباء الهدف الثاني. هدف ثاني يسجل لمصلحة نادي الكهرباء في ملعب دهوك أمام صقور الجبال. مرة أولى وثانية في الشباك. 2-1 تسجل بهذه اللحظات لمصلحة نادي الكهرباء الهدف الثاني. وفرحة كل لاعبي نادي دهوك. طائي تمريرة أموري، جول أموري فيصل، أموري فيصل. الله، شوف يا ولد الله، واحد من اجمل اهداف دورينا. هاي وين هاي من الانبار لدياله، من الرمادي لدياله. يا ولد يا اموري يا فيصل، بهدف تاريخي، هدف رائع، هدف واحد من اجمل اهداف دورينا. يعني صاروخ ارض جو انفجر في شباك نادي دياله. يفضل علاء وعودنا علاء على تسجيل الاهداف الرائعه، وليست فقط الكثيره، الرائعه والكثيره. الله وهذا مصداق على ما كنت اتحدث عنه علاء الدين الدالي. جوده اهدافه ليست فقط بالكميه بل ايضا بالامكانيه الرائعه بتسجيل الاهداف بشكل رائع. فهو يسجل كميه وجوده ايضا. يدون الان هدف السبق لمصلحه نسور الحدباء بكره ثابته، بكره رائعه، بكره خرافيه يسجل من خلالها هدف الأسبقية لمصلحة نسور الحدباء. هكذا نظر وهكذا ركز وهكذا اقتنص وهكذا ركنها على يمين شومان. حتى لو جاء مع شومان حارس آخر أيضا الصعوبة تبقى للدفع بهذه الكرة الخطيرة والصعبة جدا على كبار الحراس، علاء الدين الدالي يسجل الهدف رقم 20 له في هذا الموسم والهدف الأول في المباراة. علاء الدين يسجل ويدون. تصل لفريق نوروز إلى الأمام. كلاوديو مارادونا، حيث الخطورة، حيث الرأسية، حيث التعادل لمصلحة الوافد الجديد محمد رضا بمحاولة رائعة كانت بجملة من التمريرات من الوافدين جاءت بثمارها تغييرات ولي كريم بتمريرة بناها الوافد الذي شارك حديثا كلاوديو مارادونا ومحمد دلاور حتى محمد رضا، وبضربة رأسية يسكنها في شباك الحارس عمران زكي، معلنة عن هدف التعادل، معلنة عن هدف العودة، معلنة عن استعادة الأمور إلى نصابها. هذه الكرة، هذه التمريرة عرضية ومن لمسة رائعة وعرضية مميزة. كلاوديو خطف الجميع وخدعهم بتمريرته التي قامت بمخادعة وسحب دفاعات الموصل حتى جاء دلاور، حتى عرضها أرسلها وعلى رأس محمد رضا الذي ينجح بإسكانها في شباك عمران زكي، والموصل وسط فرحة وردة فعل مدرب ولي كريم. هذا حبيب الوسلاتي على القائم القريب، ومسوفا سايمون مسوفا يفتتح التسجيل وتسع أهدافه. الله على التنزاني سايمون مسوفا يباغت دفاعات الميناء. اليوم هو حاضر من بداية المباراة. لاحظ الإعادة دون رقابة لدفاعات الميناء على سايمون مسوفا اللي يضعها في المرمى وفي سقف المرمى لفريق الميناء. هدف للطلبة. الله على الهدف،
دون رقابة من دفاعات الميناء على سايمون مسوفا اللي وضعها بقوة وبرأسية في مرمى الحارس عمار علي ليفتتح الطلبة التسجيل في مرمى الميناء. هدف للطلبة، لا شيء للميناء. بداية قوية للأنيق مصطفى محمد معا حبيب الوسلاتي على عبد الزهرة وأيضا سايمون مسوفا، والميناء يعدل. جول! هدف التعادل، هدف التعادل للسفانة كرار. حلوة اللقطة، لاحظ الإعادة ياسين سامية بدخوله إلى المباراة، وبالتالي كان ضغط من ماسس آرتن وكرار يباغي الدفاع الطلبة ويضرب بقوة ويسجل هدف التعادل لصالح الميناء. هناك قد تكون عودة إلى الفار، هل كان ياسين سامية متسلل؟ لكن حكم المباراة يشير إلى وجود هدف لفريق الميناء. 1-1 النتيجة. لاحظ الإعادة قوية كانت من كرار جعفر يسكنها في مرمى الحارس سجاد محمد يعدل النتيجة. أمام حسين زياد، يعود لأمير صباح. هل تأتي العرضية؟ مرة تقدم في الكرة الأولى ثم تأتي العرضية، هذه جول. فعلها القيثارة وسجل، فعلها عبد المجيد أبو بكر وحرك مدرجات القيثارة ليأتي بأول العيديات، بأول التهاني، بأول الأهداف. يوه على كرة، يا على عرضية أرسلها بهذه الطريقة أمير ووصلت إلى الواضح بالصورة عبد المجيد أبو بكر ليوقع على ثاني أهدافه. كرة سكنت شباك الحارس جعفر شنيشل، هذه المرة لن ينجح بالتصدي والإيقاع. شوف الإعادة، شوف وجد نفسه في منطقة الجزاء، لكن شوف العمل يأتي من أمير صباح، استقبل كرة مر من حسين زياد، أتى بكرة عرضية مميزة أخفق فيها دفاع الكناري في التغطية. عبد المجيد يا عيني لا يهدر مثل هكذا كرات، يضع هدف الأسبقية للقيثارة ويأتي بكرة على يمين جعفر شنيشل، هدف أول في المباراة، هدف يأتي بأقدام عبد المجيد أبو بكر. 1 إلى هنالك البحث عن طريق الكرات العرضية عن ثاني الأهداف. ليونيل أتيبا داخل المنطقة، مر بالمهارة، يأتي بعرضية، هذا ثاني جول. جونيور سامبو خير دليل لكلمة البديل الناجح، فعلها جونيور سامبو ليأتي بهدف الاطمئنان ليؤمن النتيجة ويأتي بثاني الأهداف للشرطة. أحمد صلاح ينجح بتغييراته ويأتي البديل جونيور سامبو ليوقع على ثاني أهداف الشرطة. هدف في وقت قاتل ربما ينهي من خلال أمور هذه المباراة. شوف التمريرة من هنالك عند البديل عباس، يأتي بكرة عرضية اصطدت ثم تحولت وعادت. ليونيل أتيبا بالمهارة حضر كرة، ولكن بعد ذلك دفاعات الكناري كيف تترك مثل هكذا لاعب وحيد في منطقة الجزاء. يضعها أرضية زاحفة على يمين الحارس جعفر شنيشل معلنا من خلالها عن ثاني الأهداف ليأتي بحالة طرب وفرح هنالك في مدرجات الأخضر. يأتي بالتحية العسكرية لزميله على التمريرة المميزة من أيان ليونيل. هنا الكرة، هنا المحاولة ترسل، فيها محاولة متابعة، هذا جول. الله الله الله، أول الأهداف، أول الضربات. مشاهدينا متابعي شاشة قنوات شبكة الإعلام العراقي، هذه عودة وشوط المباراة الثاني. السيد ولي كريم يجري 4 تغييرات دفعة واحدة لنوروز. هكذا انطلقت صافرة بداية شوط المباراة الثاني في ملعب الكابتن شرار حيدر. حكم هذه المواجهة محمد كامل صغير يعلن عن بداية الشوط الثاني. سيد ولي كريم الذي أجرى التغييرات ال4 من أجل تغيير وضع حال الفريق ولا يريد أن يخرج خاسرا في مباراة اليوم. أحمد خالد سلامات يسقط على أرض الملعب، هذا هو محمد رضا اللي اشترك في الدقائق الماضية مع مصطفى راضي وأحمد وراوي يوسف. 4 تغييرات، هذا هو القائد كلاديو مارادونا، لن ينجح في الشوط الأول بالتسجيل. هل ينجح في شوط المباراة الثاني؟
ويعود بنوروز إلى نقطة البداية بالتعادل الإيجابي. أمامية ترسل بهذا الشكل، استقبال ثم تحضير، وصلت في وسط الملعب، أحمد يحاول، ثم إلى هناك في الجهة المقابلة نوروز بالتغييرات. هل يتغير وضعه؟ هل يتغير حال الهجومي على عكس ما كان في الشوط الأول؟ خطأ لراوى يوسف، حضر كرته في الجهة القريبة، مرتضى هديب الذي يرسل كرة أمامية طويلة، أرسلت بهذا الشكل، تبعد من ديار ياخي لتعود كلاديو مارادونا، ثم بعد خاطئ، ستار يرسل كرته، حسام جاد الله يحاول لتعود مرة ثانية إلى هنالك من عباس، نقلت مع أحمد، مراوغة ومرور، ثم انتظار المساندة، أحمد يحاول، هذه وصلت مع كلاديو، انطلاقة تأتي من هذه الكرة من باكو لكن تبعد من دفاعات النفط، ثم تعود إلى حسام جاد الله، يؤمن الموقف، يعود مع أحمد خالد، استقبال من ستار، قطعت لأحمد، ولكن بعد ذلك تأتي الصافرة والخطأ. محمد كامل صغير، حكم هذه المواجهة يشير بالخطأ. هذا هو محمد عدنان دوحي اللي حاول في الكرة الماضية. سلامات ديار ياخي قائد النفط يسقط على أرض الملعب. هذا هو ستار ياسين، لعب لنوروز، لعب لزاخو وبغداد وطلبة. سلامات لديار ياخي، ينهض من أجل استكمال شوط المباراة الثاني. نجح فريق النفط بالتسجيل في شوط المباراة الأول بالدقيقة 29. حسام جاد الله أمامي أرسلت بهذا الشكل، كرة راسية تبعد، ثم بعد ذلك ستار، الكرات العكسية هل يستغلها فريق نوروز ويأتي بأول أهداف؟ انطلاقة ومحاول، هل يفعلها؟ هذه كرة ربما يأتي التعادل، ولكن ضاعت على نوروز كرة بول كومولافي الذي مر وتعدى من دفاعات النفط، لكن في النهاية لن تكون النهاية سعيدة. كرة بالقدم اليسرى ذهبت إلى خارج أرض الملعب، لاحظوا التمريرة اللي كانت بهذا الشكل، بالقوة الجسمانية تحصل على كرته، مر بقوة من أمام ديار وسامسون، لكن باليسار كرة ذهبت إلى خارج أرض الملعب. كومولافي أخطر فرصة في شوط المباراة الثاني. نوروز مع التغييرات، هل يتغير الوضع؟ هل يعود ويسجل؟ من هناك عند حارس المرمى حيدر جمال اللي استطاع أن يحافظ على سلامة شباكه في شوط المباراة الأول. في الشوط الثاني هل يأتي نوروز ويعدل أو النفط سيضاعف النتيجة، أم تبقى الأمور كما هي بانتظار شوط المباراة الثاني؟ عباس بديع ترك المباراة. التغييرات التي أجراها السيد ولي كريم بفترة ما بين الشوطين. حيدر، أيضا حسام مالك غادر. 4 تغييرات دفعة واحدة. من هناك في الجهة المقابلة بانتظار مصطفى راضي، أيضا اشترك في الدقائق الماضية. تغييرات التي أجراها ولي هل تغير من نتيجة المباراة؟ أرسلت بهذا الشكل، المباراة التي تقام بنفس التوقيت. من هناك ديالا ودهوك بالتعادل السلبي، لكن مباراة القاسم والموصل حسمت الأمور ب3 نقاط، ب3 أهداف مقابل لا شيء للموصل بهذه التسديدة، ولكنها تعود. يعتبر فريق الموصل فاز في هذه المباراة ب3 مقابل لا شيء أمام نادي القاسم الذي لن يحضر المباراة. تعود بهذا الشكل، تمريرة كلاديو، هل يأتي بكرة عرضية ترسل داخل المنطقة الراسية، تبعث من ديار ياخي إلى ستار مع ساميين أرسل كرته لتعود في الجهة القريبة. باكو عمر لم يلحق بكرته،
قبول جماهير نوروز حاضرة. سلامات. من هناك يسقط كرار. هذا حسام جاد الله صاحب الهدف الوحيد في المباراة، وهذا مرتضى ديب. سلامات لي كرار رزاق، يسقط على أرض الملعب. هل يكلف السيد عادل النعمة تغيير اضطراري؟ جماهير نوروز اللي حاضرة في مدرجات ملعب الكابتن شرار حيدر يطلب التغيير. كرار رزاق ليس باستطاعته أن يكمل. هل يأتي التغيير الأول؟ هذا هو حكم المباراة محمد كامل صغير. وهنا السيد عادل النعمة ينجح حتى الآن مع فريق النفط. سلامات لكرار. نادي النفط اللي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس. تغييرات التي تأتي وليد مع كرار سالم، المخضرم وليد كريم مع كرار سالم. نفط في الموسم الماضي في المركز السادس ب 59 نقطة، 15 انتصار، 9 هزائم و14 تعادل. هذا الموسم حتى الآن مركز 12 برصيد 45 نقطة. إذا انتهت الأمور بهذه الصورة سيضاعف رصيده إلى النقطة 48. 10 انتصارات، 12 هزيمة و15 تعادل. هذه كرة التي أهدرها بول كومولافي بالقدم اليسرى، سددت وذهبت إلى خارج أرض الملعب. كان يبحث من خلالها عن هدف التعادل. حسام جاد الله حضر كرة بهذا الشكل، تبعد أمامية إلى سامسون داري. هذا التسلل، الراية حاضرة. متصدر والذي حسم الأمور نادي القوة الجوية. غدا سيواجه زاخو. بالسلامة لكرار رزاق الذي ترك المباراة بداعي الإصابة. كرار سالم بالقميص 12 يأخذ مكانه، ومن سيغادر هو الآخر يأخذ مكانه وليد كريم. من هناك تمرير عند دفاعات نوروز في الجهة المقابلة. تقي فلاح، هذا كرة لأحمد في وسط الملعب. أحمد يتقدم بكرته، يبحث عن مساحة في دفاعات النفط. تقي فلاح أرسل كرة لمصطفى راضي الذي يملك السرعة. من هناك أمام سامسون داري، تحصل على ضربة ركنية. هذا هو سامسون داري، ضربة ركنية لنوروز في الجهة المقابلة. 10 دقائق أولى من شوط المباراة الثاني، ولا زال النفط يتقدم منذ دقيقة 29 في شوط المباراة الأول. كلاديو مارادونا بكرة ترسل داخل المنطقة الرأسية. هل تكون حاضرة؟ تبعد بهذا الشكل، تصل إلى أحمد، يبحث عن باكو عمر. باكو، كرة أرسلت من هنالك على القائم الثاني لكنها تبعد من محمد عدنان دوحي إلى ضربة ركنية. نوروز يضغط في هذه اللحظات ويحاول تغييرات. حبيب محمد أيضا الغاني سيشترك، يغادر في هذه اللحظات. سامسون داري يترك أرض الملعب. وليد كريم أخذ مكان جعفر عبيس. جعفر يغادر مع سامسون داري. 3 تغييرات دفعة واحدة يجريها السيد عادل النعمة. هذا هو وليد. سامسون داري تلقى البطاقة الصفراء التي يمنح حكم المباراة محمد كامل الاعتبار. هناك عملية قتل الوقت من سامسون داري، ترك مكانه لحبيب محمد.
مارادونا أرسل كرة داخل المنطقة الرأسية حاضرة لكنها تبعد من أحمد خالد. أحمد خالد من بعد الكرة الماضية. من هناك المحاولة تأتي عرضية مرة ثانية لكن هناك راية وحالة تسلل. الراية حاضرة وحالة تسلل. هذا هو عاد النعمة والحديث مع جعفر عبيس. هذا قرار سالم اللي اشترك في هذه اللحظات. عاد من المصيدة كلاديو مارادونا. تعود وسط الملعب، نقلات حاضرة بين أقدام لاعبي نوروز. أحمد يحاول، أرسل كرة من هناك إلى تقي فلاح. تقي يرسل كرة داخل المنطقة الرأسية حاضرة لكنها ذهبت إلى خارج أرض الملعب. كرة بول كومولافي التي أرسلت إلى خارج أرض الملعب. ثاني محاولاته في شوط المباراة الثاني. حيدر جمال لا زال يحافظ على سلامة شباكه. هذا هو حبيب اللي اشترك في الدقائق الماضية. مروان حسين يستعد للاشتراك. مرتضى هديب حديث مع من؟ غير راضي مرتضى. رمية جانبية. وليد كريم وأحمد خالد. أحمد خالد أرسل كرة مع وليد. تحرير حسام جاد الله. نفط يحاول إضافة ثانية الأهداف. مطالبة بلمسة. مرتضى هديب في كرة طويلة ترسل بهذا الشكل. كومولافي يحاول ولكن خروج غير موفق في اللقطة الأولى من حيدر. بعد ذلك ينقذ الموقف ويبعد كرته. ستار أرسلها بالمباشر لتعود من هنالك من علي صالح إلى حارس المرمى رضا. رضا لا تقي فلاح. يؤمن الموقف يعيدها إلى رضا. عبد العزيز. مرتضى هديب يحاول أن يوصل الكرات لخط المقدمة. سلامات لكلاديو مارادونا مع بطاقة صفراء. على من هذه البطاقة؟ بطاقة صفراء يبدو لي على حسام جاد الله صاحب الهدف الوحيد في المباراة بعد التدخل على كلاوديو مارادونا. راوى كرة راوى يوسف طويلة. راوى يوسف ولكريم يبدو لي سيشرك مروان حسين. هل سيجد الحل في النهاية؟ هل سيعود بنوروز؟ هذه البطاقة الصفراء التي تلقاها حسام جاد الله. هنا كانت المطالبة بلمسة يد على مرتضى هديب. أمامية أرسلت، عادت من مرتضى، وصلت إلى مارادونا. كلاديو يحاول يأتي بكرة عرضية من هنالك على القائم الثاني. مصطفى راضي حصل كرته، لف ودار. مصطفى يحاول، نوروز تقترب. هل يأتي هدف التعادل؟ كرة عرضية على القائم الثاني مارادونا لكنها ذهبت إلى خارج أرض الملعب. كلاوديو مارادونا آخر من سجل لنوروز في شباك النفط اللي واضح في الصورة. كلاوديو مارادونا. تغيير قادم. من سيشترك في هذه اللحظات؟ تغيير. تقي فلاح يغادر، ياخذ مكانه مروان حسين. يخرج مدافع ايسر، يشترك مهاجم يريد العودة، يريد تحقيق التعادل والانتصار، لا يقبل بهذه النتيجة أمام صاحب الأرض والجمهور فريق النفط اللي لحد الآن ينجح بتحقيق الانتصار. هدف مقابل لا شيء، لكن نتيجة 1-0 في عالم كرة القدم لم تكن نتيجة الأمان. ممكن في أي لحظة، في أي دقيقة، في أي كرة يأتي التعادل.
أرسلت بهذا الشكل. راوي يوسف، علي ضغط أكثر من لاعب من وليد كريم وستار، بعد ذلك قاتل على كورته وتحصل على خطأ. راوي يوسف بديل اشترك بفترة ما بين الشوطين. هذه الكرة خطأ على وليد كريم. من هناك الجهة المقابلة علي صالح، محمد رضا، محمد يحاول، روى يوسف على الجهة القريبة، استقبال ثم دوران، بعد ذلك السقوط والخطأ. خطأ على حسام جاد الله. باكو عمر يطالب بالبطاقة، وإذا أتت البطاقة هذا يعني سنشاهد بطاقة حمراء، لأن حسام جاد الله قبل قليل تلقى البطاقة الصفراء. حسام تدخل على باكو عمر، باكو يطالب بمنح البطاقة. خطأ يحتسب لنوروز في هذه اللحظات. هل يستغل الكرات الثابتة؟ هل ينجح ويجد طريق يسلك ويدلي به إلى شباك حيدر جمال؟ ولي كريم تحدث مع الحكم الرابع علي إبراهيم. حسام جاد الله عليه أن يكون أكثر تركيز ويهدأ عند بطاقة. عاد النعمة، باكو عمر لنوروز لأصحاب القمصان الحمراء بكرة ثابتة ترسل على القائم الأول. لم تكون كما كان ينتظر ولي والبقية، كانت خجولة. حسام جاد الله لمسة يد واضحة، خطأ وصافرة. مخالفة لنوروز في وسط الملعب. توجيهات السيد عاد النعمة تحضر، دوران ثم التمرير. مرتضى هديب، مرتضى مع روى يوسف، يحاول عن نفط إضافة ثاني الأهداف، نقلة من هنالك، محاولة التسديدة. وليد يحضر، هذه كرة تسدد ولكن مرت إلى خارج أرض الملعب. محاولة دوحي اللي لم يكن موفقا في مباراة اليوم، كرة ذهبت إلى خارج أرض الملعب. هذه الكرة بدأت من وليد كريم، حضر إلى محمد عدنان. دوحي تسديدة بقوة ذهبت إلى خارج أرض الملعب. هذه جول فعلها ستار ياسين ليضيف ثاني أهداف النفط، ليوسع الفارق إلى هدفين بكرة لم نراها حقيقة، لأن مخرج المباراة عاد لنا اللقطة التي أهدرها محمد عدنان. بعد ذلك نجد هدف ثاني في الشباك فعلها ستار. ستار ينجح أخيرا يترجم ويأتي بترجمة مجهودات التي قدمها في المباراة بهدف. هو صنع الهدف. أوه ربما يكون خطأ قاتل، تمريرة خاطئة من المدافع. من هنالك علي، ثم تحضير. يا سلام على ستار مرتين، والثانية كانت في الشباك. نجح بإحراز. هذا هو وليد كريم اللي قبل قليل مرر تمرير هذه الكرة اللي أهدرها محمد. بعد قليل خطأ من دفاعات نوروز يكلفهم هدف. خطأ قاتل من دفاعات نوروز يأتي من خلال ستار ياسين ويسجل ثاني الأهداف. هدف ثاني في الدقيقة 65، أصبحت هدفين مقابل لا شيء. خطأ قاتل من دفاعات نوروز. يهدنا اللقطة والغضب وعدم الرضا من ولي كريم على مثل هكذا أخطاء حدثت في الشوط الأول لكن لم تترجم إلى أهداف. في الشوط الثاني نجح ستار وإيداحها في الشباك. ستار ياسين انطلاقه وتقدم. هل يأتي الثالث؟ هذه تمريرة لحسام جاد الله، محاولة الانطلاق لكن مرتضى هديب يقطع كرته. يحاول مرة ثانية. حسام دخل في المنطقة، يا عيني على المراوغة وعلى الاستخلاص، وبعد ذلك العرضية ذهبت إلى خارج أرض الملعب. قاتل، أصر، لحق بكرته لكن أمامه أكثر من لاعب، وبالتالي العرضية مرت إلى خارج أرض الملعب. خطأ قاتل كلف نوروز هدف ثاني بتمريرة كانت خاطئة، خطفها المخضرم وليد كريم، أو نعم وليد الذي نجح بإيصالها
إلى ستار، وستار وصلها بسلام في الشباك. تمريرة من هنالك محمد رضا، هل يأتي تقليص الفارق؟ هدف أول قادم. ماذا ضاع وأهدر فريق نوروز بكرة أمام المرمى على بعد خطوات قريبة. مروان حسين تفاجأ بهذه الكرة، مرت من أمام الجميع إلى خارج أرض الملعب. ما هذه الكرات التي تهدر من لاعبين نوروز في خط المقدمة؟ هذه الكرة بدأت بهذا الشكل، عرضية من محمد رضا، تحذير من بول كومولافي، لكن مروان حسين ضاعت ومرت من أمامه. قبل ذلك يبدو لي كانت هناك راية، وحالة تسلل على بول كومولافي، على المهاجم اللي كان في موقف تسلل. تبقى النتيجة كما هي، هدفين مقابل لا شيء. التغييرات التي حضرت لن تغير شيء بالنسبة لنوروز. 5 تغييرات أجراها السيد ولي كريم. سامي هيل من هناك في الجهة المقابلة، سامي يحاول يرسل كرة بهذا الشكل، الاستقبال ثم إرسال كرة طويلة أمامية في الوسط من ديار ياخي. القائد تمرير خاطئة تعود لأحمد، يوصل كرة بهذا الشكل، انطلاقة من كلاديو، أرسل كرة، يحاول كومولافي ولكن حارس المرمى حيدر جمال يؤمن الموقف وينجح بالكرة الماضية. حيدر النفط و3 نقاط، يضاعف رصيده عند النقطة 48 بانتظار نتيجة مباراة ديالا ودهوك من أجل زحف للمركز رقم 11. من هناك محاولة النفط لن يهدى، يبحث عن ثالث الأهداف، يريد التأمين ويريد تأكيد الانتصار، يريد أن يكون أو يختم هذا الموسم ب3 نقاط. تحضير لكن تبعد من دفاعات نوروز. تغطية حاضرة، كلاديو في الانطلاقة أرسل كرته، كومولافي ينطلق يحاول من أمام ديار، لكن ديار ياخي يبعد كرته إلى خارج أرض الملعب. رمية جانبية. الشرطة الجوية بالصدارة 86 نقطة، بطلا لدوري نجوم العراق موسم 25-26. الشرطة وصيف 81 نقطة، أربيل ثالثا 76 نقطة. ترسل من هنالك مصطفى راضي، يحاول يتقدم، انطلاقة من هنالك لنوروز ولكنها تبعد إلى ضربة ركنية. زوراء 66 نقطة بالمركز الرابع، الطلبة 64 نقطة بالمركز الخامس. عادل نعمة غير راضي على ترك المساحات. نوروز بدأ يحاول. كلاوديو مارادونا من هناك على تنفيذ الضربة الركنية. 20 دقيقة تفصلنا على النهاية للوقت الأصلي. هل يعود نوروز؟ يرسل كرة كلاديو داخل منطقة، تبعد من حسام جاد الله. باكو عمر إرسال للكرة داخل منطقة لكنها تعود إلى أحمد. هل يسدد بالمباشر؟ لم تلمس معه، بالتالي أرسلت بهذا الشكل لتعود عند دفاعات نوروز. عند دفاعات نوروز مصطفى راضي تحصل على رمية جانبية. هذا دوحي لم يكن موفقا في مباراة اليوم، أهدر فرص كانت محققة. مصطفى راضي مع مروان حسين لتصل راوي يوسف. راوي يحاول مراوغة بنجاح، ينتظر المساندة، يجد أحمد في وسط الملعب. حضر كرة من هنالك إلى مارادونا لمصطفى راضي، الجهة البعيدة لحق بكرة، يأتي بكرة عرضية تبعد في هذا الشكل من حبيب محمد الغاني الذي اشترك مكان سامسون داري. بالراس مع ستار، نقلات حاضرة لأحمد خالد. أحمد خالد طلب الكرة من هناك من دوحي. أحمد
يجري بكرته يوصلها لمحمد عدنان، يعود في الوسط مع كرار مرة ثانية. أحمد إلى سامي هين يرسل كرته، نقلات الحاضرة، ستار مع أحمد خالد، حسام جاد الله، ستار. النفط يستحوذ في هذه اللحظات، نادي النفط يبحث عن ثالث الأهداف. وليد كريم هل يخطفها؟ هل يفعلها وليد؟ من هنالك يتسبب بالخطأ وسلامات لعلي ليسقط على أرض ملعب، يتحصل على المخالفة. سلامات أيضا وليد، شاهدنا الحصرات من ولي كريم في اللقطة الماضية. هذه الكرة اللي كان فيها اشتراك ما بين وليد والمدافع علي حسين. سلامات لوليد. النفط سيحقق انتصار رقم 11، بينما نوروز سيتلقى الهزيمة رقم 16 في هذا الموسم. سلامات لوليد. هذه لقطة الهدف الثاني، تمريرة خاطئة قاتل عليها وليد وجاء بتمريرة رائعة لستار على مرتين، وضعها أخيرا في الشباك معلنا عن ثاني أهداف النفط. هذه فرحة الهدف مع صاحب الهدف الأول حسام جاد الله. 3 نقاط ثمينة. نوروز لا زال يحاول تقليص الفارق والعودة في المباراة، لكن يحافظ حيدر جمال ودفاعاته على سلامة الشباك. تمريرة أحمد مع مرتضى هديب، مرتضى يرسل كرة داخل منطقة، مروان حسين باحث عن مخالفة، ولكن بعد ذلك تبعد من دفاعات النفط. مطالبة بالخطأ مروان حسين الذي تابع كرته وبعد ذلك اصطدم مع حارس المرمى حيدر جمال. حيدر جمال ماذا سيقرر محمد كامل؟ خطأ لحارس المرمى، تدخل كان من مروان حسين على حيدر جمال. لاحظ بالسلامة لحيدر. مروان كان قريب من خطف الكرة واحراز اول اهداف نوروز، لكن حيدر جمال بخروجه انقذ الموقف وتحصل على خطأ. سلامات لحيدر. هذا هو مارادونا لن ينجح في التسجيل اليوم. تحصلوا على الفرص لكن لم تكتمل في الأخير. واحدة من أخطر الفرص كانت من كومولافي، لكن القائم الأيمن منع الكرة لترسل. مارادونا نال ما نال منه التعب وبالتالي فقد كرته. جاري أخي تمريرة خاطئة تعود إلى روى يوسف. أحمد في الوسط قطعت من سامهين، انطلاقة لكنها تعود من هنالك إلى علي حسين. يعيد كرته مع مرتضى. مرتضى هدية بالمباشر، راسية حاضرة، من هناك محمد رضا، لكن تسلل. خطأ لدفاعات النفط. خط خلفي مميز حقيقة اليوم لفريق النفط. اصطاد مهاجمي نوروز في الكثير من الكرات. تسلل واضح على بول كومولافي على محمد رضا. سبق وان مثل الزوراء اماميه ارسلت. راوى يبحث عن خطأ، تعود لكلاديو مارادونا الى محمد رضا. من هناك الانطلاقه والتقدم لمروان، لكنها تقطع من حبيب محمد ليوصلها الى محمد عدنان. دوحي مر وتقدم، لكن محمد رضا استحصل على كرته، مر وانطلق في وسط الملعب، يريد العوده بنوروز، لا يريد ان تنتهي الامور بهذه الصوره. كلاديو مارادونا طالت وبعد ذلك فقد كرته بذكاء
بإصرار وبعزيمة أحمد خالد. واضحة ملامح التعب على كلاوديو مارادونا. عادل أو ولي كريم أجرى التغييرات لكن لم تأتي الأهداف. لن تأتي الأهداف بالنسبة لفريق نوروز. النفط سجل في الشوط الأول بالدقيقة 29 بأقدام حسام، والشوط الثاني سجل بأقدام ستار في الدقيقة 65. حيدر جمال، حيدر حاول يهدي الأوضاع، يمتص حماس لاعبي فريق نوروز ويعيد تمركز لاعبيه وأيضا استعادة الأنفاس. جماهير نوروز حتى الربع ساعة الأخير مع تأخر فريقها بهدفين مقابل لا شيء لا زالوا مستمرين بالتشجيع والدعم والمساندة، عاملين بالعودة حتى اللحظات الأخيرة. أمامية ترسل بهذا الشكل من هنالك. كومولافي، مصطفى راضي، مصطفى سلامات من هناك. استمر اللعب، مصطفى يجري بكرته يوصلها إلى أحمد، لاعب ساقط على الملعب من هناك يكون محمد عدنان. الكرة الماضية تعرض للإصابة. سلامات لمحمد عدنان. دوحي تعرض لإصابة في الكرة الماضية. عادل نعمة، هل يكون التغيير الاضطراري الثاني بعد مغادرة كرار رزاق بدال الإصابة؟ لاحظ التوازنة وبعد ذلك السقوط. سلامات لدوحي، هل هناك تغيير أو سيسعف عمار غالب؟ عمار غالب يستعد للاشتراك، لاعب خط الوسط سبق واللعب للشرطة. هذا هو سامسون داري وكرار وجعفر عبيس الذي تركوا المباراة. تغييرات عادل نعمة. محمد عدنان هل يكمل؟ عادت لرضا عبد العزيز. أفضل مركز لنادي النفط هو وصيف الدوري بعد القوة الجوية في موسم 16-17 كان بقيادة الشاطر حسن أحمد، والنفط هو رابع أكثر فريق لعبا للمواسم ب 41 موسم. هذه محاولة من هنالك يبحث نوروز في الدقائق أقل من ربع ساعة تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي. هل ينجح عادل نعمة بتحقيق الانتصار؟ مروان حسين في حديث مع من؟ مع أحمد خالد. ستار استقبل كرة بنجاح، غير اتجاه اللاعب من هنالك، ترسل بالمباشر من كرار سالم. أمامية وليد يقاتل على كرته، الحديث مع علي، تعود في هذه الصورة لحسام جاد الله. هل يأتي ثلاث الأهداف؟ ولكن كرة سهلة بأحضان حارس المرمى رضا عبد العزيز. مصطفى راضي، دقائق العشر الأخيرة، هل نشاهد عودة نوروز؟ خطأ لمحمد رضا على سامهين مع بطاقة صفراء. خطأ يحتسب لنوروز. أحمد، والدقائق العشر المتبقية الأخيرة، هذه الكرة اللي تعرض منها للسقوط محمد رضا تصل إلى باكو عمر، لكنها طالت على باكو وذهبت إلى خارج أرض الملعب. مارادونا غير راضي على هذه النتيجة، كان يطمح للوصول إلى مرمى حيدر جمال وتسجيل الأهداف، لكن هذا لا يحدث. سلامات لمحمد رضا. حيدر جمال يرسل كرة أمامية، وليد كريم من هنالك يحضر كرته، تعود إلى باكو عمر،
هذا هو سامي هيل اللي تلقى البطاقة قبل قليل. مصطفى راضي، مصطفى يبحث عن لاعب في وسط الملعب من أجل استقبال الكرات، يجد راوي يوسف، تمريرة خاطئة تعود لحسام جاد الله. حسام أرسل كرة لستار صاحب الهدف الثاني. ستار ينتظر المساندة، ستار يجبر بالعودة، ينتظر لاعبي خط الوسط. حسام جاد الله مرور ممتاز، هل يأتي بالتسديد؟ محاولة قد تأتي لحسام الذي تأخر ثم انتظر، من هنالك يأتي قرار سالم. هل يأتي ثالث الأهداف؟ عرضية ترسل في وسط الدفاع لكنها تبعد من مرتضى هدي. بعد ذلك مرتضى محمد رضا بكل هدوء وثقة خرج كرة، وبعد ذلك تصل إلى رمية جانبية من أحمد خالد. أحمد خالد، مارادونا مع مروان، مارادونا في المراوغة يتحصل على خطأ. كلاوديو تغيير، يغادر في هذه اللحظات حيدر شاسب. ياخذ مكان حسن حمزة. بطاقة صفراء على حيدر شاسب على اعتبار عملية قتل الوقت. حسن حمزة هو البديل في هذه اللحظات بخيارات السيد عاد النعمة. تمريرة ترسل داخل المنطقة الرأسية الحاضرة لكنها تعود إلى ستار. ستار يعود لأحمد خالد. أحمد أرسل كرة أمامية، استقبال بالصدر، عملية تحضير وسط الدفاع. مروان من هناك إلى مصطفى راضي، تسديدة لكنها تعود من دفاعات النفط. مصطفى لف ودار، يأتي بتسديدة ثانية لكنها تذهب إلى خارج أرض الملعب. تسديدة ذهبت من مصطفى راضي إلى خارج أرض الملعب، لن تغير شيء بالنسبة للنتيجة من صالح نوروز، يبقى بدون أهداف. هذا هو المخضرم مع فريق النفط. وليد كريم اللي صنع الهدف الثاني، وهنا ستار هو من ترجم الكرة إلى هدف ثاني. صنع الأول وسجل الثاني ستار. قدم مباراة مميزة مع نادي النفط، وحسام جاد الله أيضا بذل مجهود عالي في مباراة اليوم. مارادونا يرسل كرة في الوسط، محمد رضا، نوروز، والدقائق الأخيرة. نوروز هل يفعلها؟ هل يقلص الفارق؟ هل سيعود مروان حسين لتصل إلى مارادونا في المنطقة؟ خطورة حاضرة نوروز، لكن مروان حسين أرسل كرة إلى خارج أرض الملعب. لن يكون محظوظ نوروز في مباراة اليوم، فرص في منطقة الجزاء وسانحة للتسجيل، وبوضع سهل حقيقة لمروان حسين أن يضعها في الشباك، لكنها علت العارضة. شوف مروان حسين وحيدا في منطقة الجزاء بكل أريحية، لكن في النهاية كرة علت العارضة وذهبت إلى خارج أرض الملعب. مروان حسين لا يهدر مثل هكذا كرات بالوضع السهل، دائما ما يترجمها إلى أهداف، لكن لم يحالفه الحظ في هذه الكرة. 85 دقيقة، 5 دقائق أخيرة. هل سيقول كلمة أخيرة نوروز أم أن نادي النفط أبناء عاد النعمة عرفوا من أين يوكل الكتف؟ هدف أول لحسام جادل، هدف ثاني لستار، وحتى دقيقة 85 أفضلية النفط ومضاعفة رصيده إلى النقطة 48. انطلاقة من هناك مصطفى راضي، مر بكرته بالسرعة بالمهارة، لكن بعد ذلك تقطع من دفاعات النفط. قرار سالم الذي يرسل كرته. سامهين هناك في المباراة التي تقام بنفس التوقيت. ديالا هدف لا شيء ادهوك. ديالا أيضا يصل إلى النقطة 48. مرتضى، تقطع من قرار سالم. دوحي في المراوغة والدوران، أرسلها من هناك إلى قرار سالم يحضر. هل تأتي الكرة العرضية؟ دوحي
بهذا الشكل أرسل كرتين إلى وليد، تحضير مميز، استقبال ثم دوران، بعد ذلك سقط لكن التمريرة ناجحة مع ستار. هل يأتي الثالث في هذه اللحظات؟ حسن حمزة البديل الذي اشترك قبل قليل لن ينجح بالتسديد في الكرة الماضية، بل قطعت من أحمد ووصلت إلى مروان إلى محمد رضا. محمد رضا حصل كرته، محمد رضا يأتي بنقلة في الجهة القريبة، مارادونا والدقائق الأخيرة، نوروز من أجل تقليص الفارق. هذه كرة تأتي من بول، هل يفعلها؟ جول! ويا من جول مميز وبلقطة ولا أروع، استقبل وحضر وجاء بكرة بقدم اليسرى بول كومولافي. أخيرا يأتي نوروز ويقلص الفارق، وأن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. ينجح نوروز في الدقائق الأخيرة ويقلص الفارق. الواضح في الصورة بول كومولافي، لكن تمريرة كانت مميزة جاءت من القائد مارادونا ليضع بول كومولافي في منطقة الجزاء، لكن استخدم ذكاء، استخدم العقل. شوف الاستقبال. الجميع كان يظن بأن يرسلها كرة عرضية إلى مروان حسين، لكنه وجد الزاوية مفتوحة، يضعها في سقف المرمى. صعبة على حيدر جمال ليأتي من خلالها أول أهداف نوروز. أصبحت هدفين مقابل هدف سيرفع إيقاع المباراة ويزيد الحماس، لأن أصبح الفارق هدف واحد. سيعمل ضغط نوروز والنفط يريد التأمين. من سيبادر؟ هل يعود نوروز بالتعادل في الدقائق الأخيرة أم سيضاعف النتيجة النفط، أو ستنتهي الأمور بهذه الصورة؟ كل الاحتمالات موجودة وكل شيء وارد في كرة القدم، ونحن بانتظار أقل من 3 دقائق. ما الذي سيحدث؟ تغيير. حسام جاد الله ترك أرض الملعب، أخذ مكانه سيف كريم، يخرج لاعب وسط، يشرك مدافع السيد عادل نعمة، يريد تأمين الموقف. هذه الكرة ربما يأتي من خلالها هدف ثالث للنفط. ستار يراوغ، يا سلام على التسديدة، بعد ذلك تصل إلى سيف وتذهب بعد ذلك إلى خارج أرض الملعب. هذا هو سيف اللي اشترك في هذه اللحظات. سيف كريم أخذ مكان حسام جاد الله. هذا هو حارس المرمى رضا عبد العزيز. هدفين في شباكه، هدفين مقابل هدف. هذه النتيجة اللي حدثت في تاريخ لقاءات الفريقين ولا مرة. أول مرة ستكون هذه محاولة من هنالك إمكانية التسديد، ولكن تذهب إلى خارج أرض الملعب. نتيجة الهدفين مقابل هدف لم تحدث من قبل في تاريخ لقاءات الفريقين. انتهت الأمور بهذه الصورة. سيكون الانتصار الثالث للنفط مقابل أيضا 3 انتصارات لنوروز، التساوي بعدد الانتصارات، والتعادل يبقى ل4 مرات في المواجهة العاشرة على مستوى الدوري. عرضية داخل منطقة، آليات التعادل في وقت قاتل. هل يفعل نوروز؟ هل يفعلها السيد ولي كريم بتغييراته؟ وهذه كرة لمروان من هنالك، لكنها تذهب إلى خارج أرض الملعب. تمضي الدقائق سريعة على نوروز ومروان. فرصة ثانية تهدر بالرأس أيضا، لكنها تذهب إلى خارج أرض الملعب. مروان حسين، هل تكون الثالثة ثابتة؟ هذه ثاني الكرات الرأسية. عادل نعمة، توتر واضح، فريق متراجع في هذه اللحظات، والضغط المتواصل من نوروز من أجل العودة والتعادل. حيدر جمال يأخذ كامل وقته، يريد أن يخرج منتصرا في هذه المباراة. حيدر جمال، الوقت الأصلي خلاص انتهى، دخلنا في الوقت بدل من ضاع المحتسب 5 دقائق. ستار النفط من أجل الثالث والتأمين. سيف لم يلحق بكرته، قطعت بهذا الشكل، تحولت إلى خارج أرض الملعب. هذا هو سيف كريم اللي أخذ مكان حسام جاد الله. أمامية أحمد خالد، أدوار دفاعية ومساندة هجومية. مباراة مميزة بالنسبة لأحمد خالد. هذا هو القائد ديار ياخي،
سبق وأن لعب لنوروز من أحمد إلى هنالك علي حسين مع مرتضى هديب. مرتضى يفضل إرسال كرة طويلة باتجاه مروان حسين، تبعد من الدفاع، روى إلى هناك، سلامات لاعب ساقط أيضا في الملعب. ديار ياخي، ديار ياخي، حديث مع محمد رضا. محمد رضا، هذه الكرة، حكم المباراة يحتسب خطأ لديار ياخي لنادي النفط في الدقائق الأخيرة. أحمد خالد ولكريم، توجيهات مستمرة. هكذا تطوى صفحات موسم كامل، موسم حمل الفرح والحزن، الانتصار والانكسار، واللحظات التي ستبقى خالدة في ذاكرة الجماهير. ملاعب امتلأت بالحماس، ومدرجات لم تتوقف عن الغناء، وجماهير بقيت وفية حتى آخر صافرة في الموسم. كم من حلم تحقق، وكم من لقب انكسر وكم من قلب انكسر في الأمتار الأخيرة، لكن هذه هي كرة القدم، تمنح المجد للبعض وتترك الدروس للآخرين. شاهدنا أهدافا لا تنسى، ومباريات حبست الأنفاس، وصراعات استمرت حتى الجولات الأخيرة بين فريق يبحث عن اللقب وفريق آخر يقاتل من أجل البقاء. وفي النهاية هناك من يرفع الدرع، وهناك من غادر بحزن، لكن الجميع كتب جزءا من حكايات هذا الموسم. يا لها من رحلة، ليال طويلة من التعب والفرح والصراخ والدموع، لكنها صنعت موسما سيبقى عالقا في الذاكرة. غدا ينتهي كل شيء بتتويج القوة الجوية، لكن عشق كرة القدم لا ينتهي، إلى موسم جديد، إلى أحلام جديدة، إلى حكاية جديدة في الموسم القادم. غدا يوم الأخير والجولة الأخيرة، الجولة 38 من دورنا دور نجوم العراق. مرتضى هديب، أقل من دقيقتين، مروان حسين يحضر كرته من هناك في الجهة المقابلة. هذا هو بول كومولافي الذي سجل هدف تقليص الفارق. يعود أحمد في الوسط، تراجع كل لاعبين نفط في هذه اللحظات. محاولة من مرتضى هديب لإيصالها مع علي حسين. أحمد إلى هنالك، مصطفى راضي بالسرعة، مصطفى راضي بمهارته، لكن هذه المرة لم يعتمد على مهارته الشخصية، بل مرر وتمرير خاطئة لتعود من هناك سريعا عند لاعبي النفط. دوحي ينطلق، يمر، يدخل في المنطقة. دوحي يحاول، لكنها تصل إلى خارج أرض الملعب. نلعب في الدقيقة الأخيرة، نلعب في الثواني الأخيرة، ولكريم يبحث عن التعادل، زج بكل أوراقه، نجح بتسجيل هدف لكنه يبحث عن الثاني. بينما عاد النعمة يريد من لاعبيه أن تنتهي الأمور بهذه الصورة، لا يريد أن يستقبل هدف قاتل. محاولة وانطلاقة من هنالك، لكن يأتي حكم مباراة ويشير بالخطأ على اعتبار هناك راية وحالة تسلل، حالة تسلل، خطأ وصافرة في سماء المجد. حلق القوة الجوية بطلا، والشرطة وصيفا شامخا، لكن في الصورة المقابلة النجف والقاسم ودع دور نجوم العراق. لكن هي ليس بنهاية المطاف، دائما الأبطال والأندية الكبيرة تتعلم من أخطائها، تعود بسرعة، ترسل حينما نبارك ومبارك لغازي الشمال والجولان للتأهل إلى دور نجوم العراق، بانتظار أيضا مباراة الملحق التي تجمع. إذن هكذا مشاهدينا متابعي شبكة قنوات الإعلام العراقي، تأتي صافرة السيد محمد كامل صغير ليعلن عن نهاية المباراة بانتصار النفط بهدفين سجلهما حسام جاد الله وستار ياسين، مقابل هدف واحد لنوروز سجلها بول كومولافي. تقبلوا تحياتي. في الختام أنا محدثكم على زهيري، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.